السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حصل يوم أمس من مقتل المواطن الوصابي ابن وصاب السافل ابن ذمار عبد الملك الصالحي جريمة بكل ما تحملها الكلمة. يعني ندين ونستنكر هذا العمل، عمل لا يرضي الله ولا يرضي رسوله ولا يرضي أسلاف ولا يرضي أعراف ولا يرضي أي يمني ولا يرضي الدولة ولا يرضي القضاء ولا يرضي أي مسمى. فلذلك يعني من قبل نقطة أمنية وجدت النقطة الأمنية لتأمن الناس، لتحفظ حقوقهم، لتحفظ أمنهم بأي حق. قمت الفيديو أمامك، الفيديو أمامنا ويتحدث بيقول لك نسعفه الآدمي بينزف نسعفه، قلت يموت يا أخي بزول الشوع يا أخي إذا جاك كل عنده هنا على حقك قم لا خلاص جاهز قم يموت. هل أنت رجل أمن تأمن حياة المواطن ولا أنت رجل تقتل المواطن؟ هؤلاء أفراد الأمن لا ينتموا إلى دولة ولا يمثلوا دولة. الدولة الشريفة والنظيفة ورجل الأمن الشريف هو الذي يتعامل بالحس الأمني وبالأوامر القانونية من قبل النيابة العامة. مطلوب أمنيا إنسان عليه شيء كذا أنت بتخرج بتصريح وبطلب من قبل النيابة العامة. إذا كان معك أوامر وحد أعطاك الأوامر هذه اللي تقوم بقتل المواطن فأنت يعني قمت بعمل يخل بموازين الدولة. من أعطاك الأوامر لما تقتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق؟ يا أخي حتى لو كان مطلوب أمنيا إيش قضيته؟ وضحوا للناس. مواطن أعزل وسط الرصيف وسط الشارع يعني وهو بينزف والناس بيقولوا لك يعني نسعفه وأنت بتقول له قوم يموت تنهي حياته. أنت من أعطاك الحق هذا؟ حياة المواطن غالية ليست رخيصة لهذه الدرجة أنك تقول يموت وأنت رجل أمن اللي تحمي دم المواطن وتحمي المواطن. فلذلك ثقتنا كبيرة بالأجهزة الأمنية في محافظة الذمار وفي مديرية وصاب السافل. ثقتنا كبيرة، نطالب من وزير الداخلية ومن مدير أمن محافظة الذمار ومن مدير الأمن مديرية وصاب السافل هؤلاء الأفراد يتبعوك إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ذلك، في هذه الجريمة الشنعاء الذي حصلت وأدت بحياة مواطن أعزل لا يمتلك سلاح. يا أخي أنت خرجت بأوامر حتى إذا كان هذا مجرم وما واجهك ما يحق لكش تقتله، ما يحق لكش ولا معك قانون انه يسوق لك انك تقتل مواطن اعزل الا اذا كان مسلح وواجهك، فمن حقك انك تواجهه وانت بتتبع الاوامر. فلذلك حياة الناس ليست لعبة، حياة الناس ليست لعبة. الامن وجد ليحمي المواطن لا ليقتل المواطن. ثقتنا كبيرة بالاجهزة الامنية وبمدير امن مديرية وصاب السافل. هؤلاء الافراد يتبعوك ويجب محاسبتهم ويجب يعني تحقيق في هذا الجريمة الشنعاء الذي اغضبت وتغضب الناس جميعا.